صلوا على من قد سما مشرفا معظما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة الدروس الرمضانية على صفات الله تبارك وتعالى. وأهم شيء وأول شيء اللي الإنسان خصو يتكلم عليه ويفهمه هو أن الله تبارك وتعالى موجود ماشي بحال الموجودات، احنا موجودين في بلاصة وفي مكان، أما الله تبارك وتعالى فموجود بلا مكان، يعني بكل وضوح، لأن الله تعالى ماشي جسم، لأنه ما هو جسم صغير ولا هو جسم كبير. الله موجود بلا مكان وما يجري عليه زمان. الله تبارك وتعالى ما يجري عليه زمان، ما نقولوش شحال عنده من عام وشحال هو موجود الى غير ذلك. علاش؟ لان ما عندوش بدايه. ما دام الله تبارك وتعالى ما عندوش بدايه، اذا فهو ما كيدوش عليه الزمان، لان الزمان على ما كيدوز، الزمان كيدوز على واحد الحاجه اللي مخلوقه. كنقولوا من شحال هذا باش خلق الله ادم، من شحال هذا مثلا باش مات النبي صلى الله عليه وسلم، من شحال هذا باش تولدتي. علاش؟ لانه عندك بدايه. كاع اللي عنده بدايه كيجري عليه الزمان. فاذا الله تبارك وتعالى يمكن نقولوا امتى الله موجود بلا مكان ابدا، ما يجري عليه زمان. واحد لا شريك له، لا شبيه ولا مثيل له. واحد لا شريك له، لا شريك له في الملك، يعني ان الله تبارك وتعالى وحده الاله، ما يستحق العباده الا هو. واحد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. الذات ديال الله تبارك وتعالى ما يشبه ذوات الناس، ما يشبه ذوات الناس، وصفات الله ما تشبهش صفات البشر، لأن الله تبارك وتعالى له صفة الوحدانية، بمعنى أنه لا يشبه شيء ولا شريك له في الألوهية. هل من إله غير الله؟ يعني كاين إله واحد اللي هو الله تبارك وتعالى. إذا قلنا قديم وما عنده بداية، يمكن نقولوا على الله تبارك وتعالى قديم، لكن قديم اللي كتقال على الله تبارك وتعالى ماشي بحال كما كنقول حنا حاجة قديمة. كنقول لك كتقال قديم على الله يعني أنه لا بداية له، كما قال محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، قال: وأجمعت الأمة على جواز أن نقول عن الله القديم، يعني ما عنده بداية. أما إذا تلقات القديم على المخلوقات فمن أن الشيء قديم عنده زمان، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى عاد والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذا العيد قديم، الخل قديم، يعني داز عليه زمان كيتلوى. كذلك القمر، إن الله تبارك وتعالى ما يحتاج شيء، ما عنده نهاية، كما ما عنده بداية كذلك ما عنده نهاية. وما يحتاج شيء، ما يحتاج سماء، ما يحتاج عرش، ما يحتاج إنسان، ما يحتاج تنفس، ولا يحتاج أكل ولا شرب، ولا يحتاج عبادة ديالنا نحن. حتى العبادة ديالنا نحن ما يحتاجهاش الله تبارك وتعالى. احنا عبدنا الله أو لا ما عبدناهش، ما عندنا ما نزيدو في الملك ديال الله تبارك وتعالى. الله ما كيتضررش من العبادة ديالنا، الله تعالى ما كينتفعش من العبادة ديالنا، لأن الله تعالى ما يحتاج العبادة ديالنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني الله تبارك وتعالى غني، يعني مستغني، ما محتاج شي حاجة منا احنا. فلا عبدنا احنا اللي غنستافدو، ما عبدناش شكون غيتضرر؟ احنا. الله تبارك وتعالى قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني الإنسان لا حتى اللي يسب الله تبارك وتعالى، حاشا والعياذ بالله تعالى، وكفر، ما ضرش الله بشيء، ما ضرش الله تبارك وتعالى بشيء. إنما الله تعالى الإنسان اللي أطاعه الله يرحمه، اللي ما طاعش الله تبارك وتعالى فلا رحمة له وله غضب الله، عذاب الله. يعني نقول غضب الله ماشي الغضب يعني كما احنا الإنسان كيتنين فكيتغضب. هذا الإنسان اللي عنده قلب، عنده دم، عنده حواس، حسينا بحاجة ذواتنا وغضبنا. أما الله تبارك وتعالى حاشا،
ما يكون عنده الغضب اللي هو بحال نحن. غضب الله يعني إرادته الانتقام، انتقام الله من الشخص، ليس انفعال وحاسة وإحساس إلى الله، لا إحساس له. الإحساس فيك يكون في القلب. الله تبارك وتعالى لا إحساس له. الله تعالى ما نوصفوش بصفات البشر كما قلنا، ما نوصفوش بصفات البشر الإحساس ولا البرد ولا الحر أو ولا الاحتياج أو ولا حتى حب الله تبارك وتعالى ماشي حب قلبي. الإنسان ملي كيحب واحد الإنسان كيحبو كيصير واحد الاحتياج، كاين واحد الاحتياج ديال الإنسان، خاصك تشوف واحد باش تشفي الغريب ديالك، تشوفو تعلمه مثلا حتى هذاك الشوق يهدأ. أما حب الله ليس بهذا، ماشي إحساس ماشي احتياج، إنما هو إرادة الرحمة، لأن ذاك الإنسان مطيع ومرضي عند الله تبارك وتعالى. قدير بلا حركة ولا مماسة، قدير بلا حركة ولا مماسة. شنو معناها؟ احنا القدرة ديالنا فاش كتبان؟ نهزو شي حاجة، العضلات بالمماسة وبالحركة. القدرة ديالنا محدودة، قدرة الله ماشي بالحركة والمماسة. إذا شاء شيئا يقول له كن، يقول له كن، معناه أن ذاك الشيء غيتوجد بسرعة، ماشي أن الله كيقول لي كن كن كن، لا حاجة. إذا كن قالوا العلماء معناه أنه بسرعة كيتوجد هذاك الشيء بسرعة. الله شاء ذاك الشيء، ذاك الشيء غيحصل من غير مشقة لحق الله تبارك وتعالى. فإذا هو موجد وهو خالق وهو قدير بلا حركة وبلا مماسة، لأن كما قلنا صفات البشر الحركة، إذا مستحيل على الله تكون عنده الحركة. وما نسمعوش الناس كيقول الله كينزل وكيطلع والعياذ بالله تعالى، فاش كينزل وكيطلع على الاسانسور والعياذ بالله تعالى، حاشا. إنما رحمة الله كتنزل في الثلث الأخير من الليل وكينادي الملك كما شاف في الرواية الأخرى، وكينادي الملك هل من مستغفر فأغفر له، معناه الله تبارك وتعالى يغفر له. هل من داعي